يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ جايه لكم النهارده بالميني بيتزا، وكمان البيتزا عملناها صيامي بطريقة سهلة وبسيطة وعجينة قطنية وهشة وجميلة جدا. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي وجهزوها على الغدا. وأول حاجة هنعملها مع بعض وهي العجينة عشان تلحق تختمر. تمام. أنا جايبة معايا النهارده كيلو دقيق. تمام كده، هحط عليه معلقة خميرة فورية كبيرة، وعليه معلقة سكر كبيرة، ورشة ملح. تمام. وما ننساش اهم حاجه معلقه الزعتر، بتخلي البيتزا تروح مكان تاني. واقلب كل ده مع بعض، وهنضيف عليها كمان 4 معالق زيت. انا هنا استخدمت زيت زيتون، بس اي زيت عندك ضيفيه، 4 معالق مش اكتر. تمام كده، قلبنا كله مع بعضه. هنا بقى هضيف حاجه، دي اختياري، اللي هي معلقتين لبن بودر صيامي. ده لبن كان جاي من كتير، عايز بصوركوا شكله، بصوا، هو ده لبن صيامي. دي بقى عندي اختياري، بس يعني برضه بتدي طعم حلو قوي للعجينة. ومعايا بقى كوباية مية دافية، هبتدي بكوباية مية، لو عايزة تاني هديها. المهم تكون معايا العجينة ملزقة، ما تكونش ماسكة نفسها. تمام. خدت كوباية وربع كده، وابدأ اقلب بقى كله مع بعضه لحد ما ياخد عجينة متماسكة. شايفين؟ طبعا بصوا الطريقة معايا وجميلة جدا جدا. انا خدت كوباية وربع بس. طبعا هنا كمية المية مش محدودة، علشان حسب نوع الدقيق. اديت لها معلقتين زيت على الوش علشان ما تلزقش لما اغطيها بالاسترتش، واسيبها تختمر حوالي نص ساعه كده لما تضاعف حجمها. ونرميها مع بعض جاز خطواتنا. والخطوه اللي بعد كده هعمل الصلصه اللي هحطها على البيتزا. طبقه مهمه جدا جدا، بتخلي طعم اللقمه حلو قوي. هنجيب كده حله، نحط فيها حوالي ربع كوبايه زيت، وعليها شفشق طماطم، وكمان معايا توم باودر وبصل باودر وشويه زعتر. وهحط كمان عليها معلقه صلصه اللي هي معجون الصلصه، تديها لون حلو قوي. واقلب كله مع بعضه، وهسيبها تتسبك. ولما تتسبك هوريها لكم. وبعد ما اتسبكت ده شكلها جاهزه معايا. ودي الخطوه التانيه. طبعا هنشوف مع بعض الخطوه التانيه وهي الحشوه. هنجيب كده قلاية على النار فيها ربع كوباية زيت، وانزل عليها ببصلاية متقطعة جوانح. أنا عايزاها جوانح عشان تكون باينة معايا في الحشو. وهنزل عليها بمعلقة توم. هنا أنا مش بحمر البصلة ولا التوم، أنا بس بدبلها. مجرد ما أشم الريحة كده هبدأ أنزل عليها بالبتنجان بتاعنا. ده بتنجان رومي، أنا مقطعاه شرايح، ويرش عليه ملح وشطفاه. وده شكله زي الشاورما، بيديكي شكل فراخ، بصوا، حلو جدا جدا. وهنا البتنجان مديكي شكل البانيه اللي متقطع شاورما، شايفين؟ طبعا كانت الحشوه دي جميله جدا ومغذيه ونباتيه وحلوه قوي قوي، وفيها زيوت كتير. هفضل بقى اشوح في البتنجان كده لحد ما احس ان هو دبل معايا وبدا يخش معايا في السوا. وبعد كده هنزل عليه ببطاطستين كبار مبشورين، وكمان جزرايتين كبار مبشورين. طبعا هنا كميه الخضار الكميه اللي انت عايزاها. تمام. يبقى حشوتنا عباره عن ايه؟ معاها جزر وبطاطس وبتنجان وتوم وبصل. سهلة جدًا، ما فيهاش أي افتكاسات. وهابدأ أبهّر بقى الحشوة بتاعتي بشوية كزبرة ناشفة، بشوية فلفل أسود، أضبّط ملحي، وأبدأ أشوّحه كلّه مع بعضه كده لمّا أحس إن الجزر دخل في السِوَى. ليه الجزر؟ لإنه أكتر حاجة بتاخد سِوَى، لو استوى معايا يبقى كده تمام. وآخر حاجة هانزل بيها وهو فلفل ألوان، أنا كنت مخزّناه، عندي فلفل أصفر وفلفل أحمر، لو عندِك أخضر حُطّي. الحشوة برضه مش هتقول لِك لأ، حشوة جميلة ومغذية حلوة خالص. وبعد ما انزل الفلفل اديها حوالي دقيقتين كده على النار، وابدا اطفي النار عليها. وبكده الحشوه بتاعتي جاهزه ومستويه. يلا بقى مع بعض نشوف العجينه وصلت لحد فين. وبكده العجينه بتاعتنا خمرت، بصوا شكلها عامله ازاي، ناجحه مليون في الميه. وما لزقتش معايا في الاسترتش خالص، عشان دهنا وشها برشه زيت. نبدأ بقى نقطع مع بعض البيتزا. انا عملت 2 كبار من الكيلو، وكميه حلوه قوي قوي من الصغيره. شايفين بقى بُصّوا طريّة إزاي، مش بتلزّق خالص وجميلة جدًا. هنجيب كده صواني البيتزا بتاعتنا، ونبدأ ندهنها زيت، تمام كده. ونقطّعها ما نخلّيهاش عالية، لإن لسه هتخمر تاني في الصينية بعد ما أحشيها. أفرد بقى كده، شايفين؟ طول ما بتفرد معايا اعرفي إن العجينة جميلة ومرتاحة وهشة، بُصّي، حلوة جدًا، 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 طريّة وناجحة زي الصلصال، جميلة أوي. هابدأ بقى أفرد كده وأضبّط الصينية بتاعتي، وهابدأ أعمل لها من على الأطراف كده علو، عشان أبدأ أحشي جواها الحشوة، زي تتباع برّه بالضبط. وحاولي تخلّيها مش عالية، إن لسه هتخمر. كده جهزت معايا. وآدي معايا الصلصة،
وادي الحشوة، وكمان معايا زيتون ومعايا فلفل أخضر. هابدأ أدهن باقي العجينة بتاعتي من على الوش كده أول طبقة وهي الصلصة، وهابدأ أنزلها بالحشوة بتاعتنا، حشوة جميلة ومستوية وحلوة أوي أوي. والخطوة اللي أنا هاعملها دي خطوة اختياري مش إجباري، إن أنا هاحشي الأطراف زي البيتزا اللي بتتباع برّه، وهنا هاحشيها بجبنة موتزاريلا نباتي طبعًا متواجدة في السوبر ماركت الكبير، يعني مش صعب إن تلاقوها، إن حبايبي النباتيين بيحبوا يكون أكلهم كله نباتي حتى الجبن، تمام. هابدأ كده أضغط عليها بالشوكة وهادّيها طبقة من الصلصة، تمام كده معايا، وأكمل بقية حشوتي عبارة عن زيتون حلقات وفلفل رومي متقطع جوانح، وهانزل عليها كمان بجبنة موتزاريلا على الوش، وأدخلها الفرن على درجة حرارة 180 فرن من تحت، وفي الآخر أديها حوالي دقيقة أو دقيقتين على الشواية، وأقطع كل العجين، وكده قطعت كل كمية ميني بيتزا وهدخلهم مع بعض، ولما يستوي هرجع أوريها لكم، استنوني. وبعد ربع ساعة بالضبط شايفين بقى شكلها طعمها حلو أوي، جامدة، خصوصًا إن هي صيامي نباتي حلوة جدًا، جدًا، وسهلة وعملنا كمية حلوة من كيلو دقيق، شايفين شكلها؟ حلوة أوي، أوي، ما فرقتش كتير عن الفطاري أو بتتباع برّه، جربوها طريقتي هتعجبكم وحلوة جدًا لحبايب النباتيين والصايمين، وبألف هنا، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان ييجيلكم من عندي كل جديد، ولو مش مشتركين عندي أتمنى تنوروني وتشرفوني، وباشكركم جدًا، جدًا، بس لا بقى جربوا على طريقتي، بألف هنا وعليكم باي باي، سلام.